ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. ازاي تخس اول 10 كيلو من وزنك، خصوصا لو انت عندك وزن عالي او وزنك كبير مش عارف ازاي تبدا تخس او تنزل اول 10 كيلو من وزنك. الحاجات اللي احنا هنقول عليها في الفيديو ده هتفيدك قوي وتعرفك ازاي تبدا، كمان هتفيدك في الفتره دي اللي هو في الاسبوعين الباقيين قبل رمضان، بحيث انك تدخل رمضان خاسس بشكل كبير، كمان مرتاح في رمضان، مش هتحس بالتعب اللي بيحصل في اول رمضان. في اخر الفيديو هقول لكم على دايت كمثال ان انتوا تمشوا عليه عشان تعرفوا تبداوا ازاي. اول حاجه هتعملها ان انت هتمشي صيام متقطع. الصيام المتقطع الفعال بالنسبه لك او اللي هيجيب نتيجه معاك كويسه قوي هو صيام 16 ساعه، انك تصوم 16 ساعه وتفطر خلال 8 ساعات بس. خلال ساعات الصيام انت بتحفز جسمك ان هو يحرق الدهون المتخزنه فيه، خصوصا لو انت الدهون دي دهون عنيده زي الدهون الموجوده في الدراع، موجوده في البطن، موجوده في الارداف. فبالصيام انت بتحفز الدهون دي بالذات ان هي تبدا تنزل وتتحرك. طبعا ساعات النوم بتاعتك محسوبه من ضمن ال 16 ساعه صيام بتوعك. كمان خلال ساعات الصيام بتاعتك فانت تشرب سوائل عادي جدا بس من غير سكر ومن غير لبن ومن غير عسل. مشروبات زي الاعشاب، زي القهوه، زي الشاي، زي اليانسون، النعناع، الجنزبيل، القرفه، الحاجات دي كلها ما فيهاش مشكله في ساعات الصيام بتاعتك. ده رقم 2. اول ما تيجي تفطر خلي بالك ان اول وجبه هتاخدها بعد الفطار هتفرق معاك قوي، وهي اللي هتحافظ على حرق الدهون عندك وكمان تعلي حرق الدهون عندك، لانك لو لخبطت فيها او خدت وجبه غلط حرق الدهون عندك هيقل قوي في الجسم، وكل اللي انت حققته خلال ساعات الصيام هيبوظ ومش هتوصل للهدف اللي انت عايزه. وعشان كده ممنوع تفطر على سكريات، على حلويات، على نشويات، على تمر، لان الحاجات دي لو انت خدتها وانت صايم بقالك 16 ساعه هترفع لك سكر الدم مره واحده، وده احنا مش عايزينه ابدا بعد ساعات الصيام الطويله، عشان ما نبوظش حرق الدهون اللي بيحصل في الجسم، وبالتالي هتبوظ معدل الحرق عندك. لو انت من الناس اللي طبيعتهم بيجوعوا قوي، يعني بيبقوا جعانين جدا بعد ساعات الصيام الطويله دي، الاحسن انك تعمل لنفسك بورشن سايز. يعني ايه بورشن سايز؟ يعني تحدد لنفسك الكميات المحدده اللي انت هتاكلها في طبق واحد. الطبق ده يكون فيه نسبه البروتين بتاعتك، الخضار بتاعتك، كمان نسبه النشويات اللي انت هتاخدها. ما تسيبش نفسك انك تاخد كميات من الاكل من كل حته قدامك، لا، الاحسن ان انت تعمل لنفسك او تحدد لنفسك الكميات اللي انت هتاكلها في وقت الفطار. هتبدا تاكل ايه؟ تبدا تاكل البروتين بتاعك، السلطه بتاعتك، والخضار بتاعك، وممكن تاخد مثلا ربع رغيف. والاحسن في النظام ده مع الصيام المتقطع اللي انت هتعمله ان انت تمشي لو كارب دايت، يعني دايت يكون قليل في النشويات. ده هيفرق معاك قوي وكمان هيحسن الحرق عندك خصوصا في الفتره الاولى. ومفيش اي مشكله انك تشرب ميه في نص الاكل، ما تقلقش، مش هتعمل لك كرش، بالعكس دي هتساعدك ان انت تشبع اسرع، مش هتخليك تاكل كميات كبيره من الاكل. خلال ساعات الفطار تقدر تاخد من وجبتين ل3 وجبات، وممكن بعد كده تبدا تقللهم، يعني ممكن تبدا ب3 وجبات وبعد كده تخليهم وجبتين، ولو قدرت بعد كده ممكن تخليهم وجبه واحده على حسب قدرتك انت. الموضوع مش محدد قوي، كل واحد فينا على حسب قدرته في الصيام. النظام ده كمان حلو جدا لو انت عندك مقاومه انسولين او تكيسات في المبايض، ده هيفرق معاكي قوي. مهم جدا اخر وجبه قبل ما تبدا صيام مره تاني اللي هي وجبه العشاء بتاعتك، ان الوجبه دي تكون فيها بروتين ويكون فيها نسبه عاليه من الالياف، لان الوجبه دي هتحسسك بالشبع لفتره طويله وهي اللي هتكمل معاك تاني يوم، فهتخليك قادر انك تصوم ال 16 ساعه بتوعك. تاني حاجه هتفرق معاك قوي عشان تخس اول 10 كيلو من وزنك هي الرياضه. ولو انت قدرت تتمرن قبل الفطار على طول بساعه مثلا، ده هيفرق معاك قوي، هيزود حرق الدهون عندك في الجسم، كمان هيخلي النتائج اسرع وهتلاحظ وتحس بالفرق بسرعه قوي. تلعب رياضه زي ايه قبل الفطار؟ زي مشي سريع، وتكون المشيه دي مشيه عسكريه، او يكون مثلا رقص. لو انت ناوي تلعب تمارين فيها قوه عضليه عشان تزود نسبه العضلات عندك، فالافضل ان يكون نوع التمارين ده خلال ساعات الفطار بتاعتك، ما يكونش قبل الفطار، عشان ما يحصلش هدم في العضلات او تخسر عضلات وانت بتخسر الدهون بتاعتك. النتيجه اللي انت تلاحظها تبدا تلاحظها في بطنك ان هي بدات تنزل، بدات معدتك تصغر، وهكذا. مهم جدا وانت بتتمرن تتنفس كويس قوي، كمان تشرب ميه على فترات خلال التمرين بتاعك. الحاجه الثالثه ان انت لازم تشرب ميه كويس قوي خلال ساعات الصيام او حتى بعد الفطار. لو ما بتشربش ميه كويس فانت كانك ما بتعملش حاجه، حرق الدهون في جسمك هيقل جدا ومش هتلاقي النتيجه اللي انت عايزها. لو انت مش بتحب مثلا تشرب ميه بطبيعتها كده، تعمل ايه؟ ممكن تشرب اعشاب. الاعشاب دي زيها زي الميه بالظبط، ممكن تشرب ينسون، نعناع، جنزبيل، قرفه، الحاجات دي كلها زيها زي الميه بالظبط. لكن الشاي والقهوه والشاي الاخضر الحاجات دي ما تعتبرش ميه او ما تعتبرش
وسوائل داخل جسمك، لان الحاجات دي ديوريتكس يعني مضره للبول، وبالتالي بتخرج اصلا الميه من جسمك، فما تكترش منها جامد قوي عشان ما تخرجش السوائل اللي في جسمك. رقم 4، قبل ما تبدا تصوم مره تاني متفقين ان احنا المفروض ناخد وجبه مليانه بالبروتين وكمان مليانه بالالياف الصحيه. عشان كده مهم قوي قبل ما تبدا صيام تاني خد معلقه صغيره من بذور الشيا على كوبايه ميه. بذور الشيا بالذات لازم تنقعها قبل ما تاخدها بساعه او ساعتين في الميه، او مثلا على كوبايه زبادي وتسيبها برده من ساعه لساعتين قبل ما تاخدها في العشاء. او انك تاخد قشور السيليوم. قشور السيليوم كويسه جدا، ممكن تحط معلقه صغيره منها على زبادي، بس لازم تاخدها في ساعتها، ما تسيبهاش لفتره طويله، لان انت مش هتعرف تاكل الزبادي اصلا لان هي بتنفش في الزبادي. سواء خدت بذور الشيا او قشور السيليوم لازم تشرب بعديهم كوبايتين ميه على الاقل. الموضوع ده هيقلل جوعك وشهيتك خلال الصيام، هيخليك قادر تستحمل ساعات الصيام الطويله، طبعا مع البروتين اللي انت هتاخده في اخر وجبه. قشور السيليوم وبذور الشيا ممنوع تاخدها مع اي دواء تاني انت بتاخده، ان هو بيأخر امتصاصهم. الاحسن انك تفصل ما بينهم وما بين اي دواء انت بتاخده حوالي 4 ساعات. وطبعا قشور السيليوم وبذور الشيا ممنوع عند الناس اللي هم عندهم انسداد معوي. رقم 5، دخل مكمل الكروميوم في اكلك. الكروميوم مفيد جدا ومهم جدا ليك، خده قبل الفطار بتاعك بنص ساعه، بيساعدك جدا على زياده الحرق، كمان بيحسن من حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين. عن نفسي بفضل يا اما تاخد الكروماكس او انك تاخد الليميتلس كروماكس. الليميتلس كروماكس رائع جدا ومفيد جدا، خصوصا اصلا ان هو طبيعته فيه نسبه من الالياف، فهيساعدك انك تشبع اسرع. رقم 6، ودي حاجه مهمه جدا وانا نفسي جربتها مع حالات كتير قوي من اللي متابعين معايا، هو خل التفاح. خل التفاح العضوي غير المفلتر يا جماعه مفيد جدا وبيزود حرق الدهون حقيقي في جسمك. يعني هتجيب كوبايه ميه تحط عليها معلقه كبيره من خل التفاح وتعصر عليها ليمونه وتشربها قبل الغداء بتاعك، هتفرق جدا معاك سواء في المقاسات او في حرق الدهون. دلوقتي هقول لكم على نظام دايت نمشي خلال يوم واحد ازاي، فطار وغدا وعشاء. ولو انتوا عايزين نكمل انظمه تاني وانزل فيديوهات لانظمه تاني قولوا لي في الكومنتس تحت. طيب احنا متفقين طبعا ان احنا هنصوم 16 ساعه وهنفطر خلال 8 ساعات. الفطار بالنسبه لك ايه؟ هيكون 2 بيضه مسلوقه او اومليت بس من غير زيت او سمنه خالص، ومعاهم طبق السلطه بتاعك، والاحسن انت تخلي فيه طماطمايه واحده وتحط فيه باقي الخضار اللي انت عايزه. وهتاخد معاهم نسكافيه، مش النسكافيه 3 في 1، لا النسكافيه الكلاسيك العادي، معاه كميه قليله جدا من اللبن خالي الدسم. هنستنى ما بين الفطار والغدا حوالي 3 ساعات، وقبل ما هنتغدى هناخد كوبايه ميه عليها معلقه كبيره من خل التفاح وهنحط عليها ليمونه. الغدا بتاعك هيكون عباره عن ربع دجاج مشوي او مسلوق، يكون مع طبق السلطه بتاعك، ويكون برده فيه طماطمايه واحده وباقي الخضار اللي انت عايزه، واي خضار مطبوخ. والعشاء بتاعك يكون بعديها حوالي بساعتين، يكون عباره عن بيضه مسلوقه او قطعه جبنه قريش معاها السلطه بتاعتك، ويفضل تكون من غير طماطم خالص. بعديها هتاخد علبه زبادي لايت او علبه زبادي يوناني، تكون حاطط عليها معلقه صغيره من بذور الشيا وتكون نقعها قبليها بساعتين على الاقل زي ما اتفقنا، او تحط عليها معلقه صغيره من قشور السيليوم بس تاكلها في ساعتها في نفس الوقت، وتشرب بعديهم كوبايتين ميه كبار. لو انتوا استخدمتوا النوع ده من الدايت بالطريقه دي وبنفس النظام خلال وقت قصير قوي هتلاقوا نتيجه كويسه جدا، هيفرق معاكوا قوي في الوزن، وهتلاقي نفسك خسيت وزن كبير قوي. بعد اسبوعين من دلوقتي هتلاقوا فرق كبير قوي في المقاسات، كمان هتلاقوا وتلاحظوا نتيجه سريعه قوي. لو انت بتسمع الفيديو ده دلوقتي قبل رمضان، هتدخل رمضان ووزنك قليل وهتلاقي نفسك خاسس، وكمان هتكون مرتاح في رمضان مش هتكون تعبان. واستنوا الفيديو الجاي ازاي نستعد لرمضان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات تحت.